ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم حلوين جدا. اتمنى انتوا تجربوهم. وانا جربت فعلا البلاشر ده ولقيته ان هو ممتاز وكويس جدا. طيب، اول حاجه هنتكلم عنها هو البلاشر ده من وان كولر. زي ما احنا شايفين كده، انا كنت جايباه الشهر ده، ان هو التاريخ بتاعه 11 2000 2021. هو في منه درجتين، العلبة مش كبيرة، العلبة صغيرة، عشان اللي فاكر ان العلبة كبيرة زي ما احنا شايفين. كبيرة خالص، العلبة صغيرة خالص. انا مش عارفة بس ابعدها عشان ابينها لكم، بس هي يعني مثلا ممكن بايدي اوصفها بايدي تيجي اكتر. يعني هي كده مثلا. العلبة مش كبيرة، العلبة صغيرة جدا. انا كنت فاكراها الصراحة كبيرة، بس بصراحة هي كويسة قوي قوي قوي. في منه درجتين، في البينك اللي هو الفاتح والبينك اللي هو الغامق شوية. فالدرجة ديت هي بصراحة الدرجة المناسبة للي عايز، يعني اللي هو احمر خدود عادي، مش احمر خدود يبينك ان انتي مش حاطة حاجة. لا، ده بيبان ان انتي يعني في حاجه في وشك يعني. لكن الدرجه الاولانيه لا، مش تقيله خالص، خفيفه جدا. واحده صاحبتي كانت مجرباها، كانت خفيفه معاها، فكانت بتبتدي ان هي تقل منها. تاني حاجه، الاختراع الجميل دوت اللي فيه بنات كتير طلباه، فرشه بتاعه من جورداني. الفرشه ديت نازله شهر 7 ب77 جنيه. انا كنت جايباها ب100، كنت جايباها ب199، يعني ب100 جنيه. كنت جايباها ب100 جنيه. ما كانتش نازله عليها عرض ولا حاجه، هي كانت موجوده في العروض. لكن ما كانتش موجوده في البروشور. صراحة كان نفسي فيها جدا. هي ما بتنزلش بالسعر ده خالص، واول مرة تنزل ب77 جنيه دي. فاتمنى ان انتوا تشتروها لو نزلت فعلا ب77. الميزة اللي فيها، يعني من ضمن الميزة اللي انا بحبها جدا، هو الغطا. وده اللوجو بتاع جورداني طبعا. الغطا طبعا حاجه كويسه جدا، ان انت تبقي قافله الحاجه اللي انت بتحطيها على وشك دي. طبعا احنا على طول اليوم بنستخدمها يعني. صراحه هي احلى حاجه فيها ان هي فيها حمايه، يعني ان انت بتقفليها بالشكل دوت. بالشكل الصغير ده لما بكون عايزه احط فوق عينيا مثلا من الدرجه دي. يعني ده برضو ممكن يتحط فوق العين. فببتدي اخد منه كده اهو زي ما احنا شايفين، وببتدي احط فوق عيني، وابتدي ادمج. لما بحس ان هي صغيره كده بعرف ادمجها اكتر. لما بتكبر قوي مش تمام، بس انا ما بحبهاش تبقى كبيره قوي بصراحه يعني. بالنسبه للنوع بتاعها، بصراحه يعني تحفه، وناعم جدا على الوش. انا بشرتي اصلا حساسه، فبصراحه هو تحفه. هي بتطول اكتر من كده اهي، ده الطول الاخير بتاعها. ونوعها كويس جدا وناعم خالص على البشره، ومفهوش اي، يعني اكيد ده مش طبيعي، بس مش رديء، مش حاجه ناشفه. يعني لما تعملي كده تحسي ان انتي في حاجه ناشفه خالص، مفيش اي حاجه خالص. يعني هي كانك ماسكه ريشه، يعني كأنه ريش، لكن مش بتخرم الوش او اي حاجة. بصراحة ممتازة جدا. من اجمل الفرش اللي في اوريفلام. طيب، بحب ان هي تبقى رفيعة كده، انا ما بحبش ان هي تبقى على الاخر كده. هي اصلا المفروض حجمها كده، بس انا بحب ان هي تبقى كده اهي. تمام. فببتدي ان انا طبعا اخد كده اهو، وببتدي ان انا اوزع. وادي درجة الفاونديشن زي ما انتم شايفين، بصراحة حلوة قوي قوي يعني. لما بضيقها شوية بيبقى التوزيع، بيبقى توزيع اكتر. بصوا بقى، هو يعني هو في لمعة. يعني انا شايفه، او في ناس بتقول ان هي ما فيهاش لمعه، بس هو في لمعه بس بسيطه قوي. ما اعرفش هي باينه في الكاميرا ولا لا، بس هي لمعته بسيطه جدا جدا جدا. هو مط تمام، بس في لمعه بسيطه قوي. لكن مش لمعه قويه. انا طبعا ده طبعا اهو متهيالي كده هي بانت اللمعه شويه. طبعا ده الصبح وبالليل يعني عادي، بس ده طبعا يناسب الصبح اكتر والسهرات. بس طبعا لو فيها لمعة بقى في المناسبات او كده هتبقى احلى يعني بصراحة. دي كانت ب84 جنيه. نازلة الشهر ده برضو في شهر 7. اقل شوية، يعني بعد الخصم ممكن تبقى ب70 او حاجة.
بيقولوا ان هي بتقعد فترة كبيرة، يعني هي مش بتخلص بسرعة. انا بصراحة يعني انا ما بحبش اقول لكم على حاجه غير لما اجربها بصراحه. وبصراحه لا، عجبني وثباتها عالي قوي بصراحه. وبصراحه بلاشر محترم قوي 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 قوي. بس وده كان ريفيو بسيط عن الحاجتين دول من اوريفلام، البلاشر والفرشة بتاعة جورداني. من الحاجات الممتازة جدا، اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. وريحة البلاشر يعني بجد ريحته حلوة جدا وثباته جميل جدا جدا جدا، والفرشة بتوزع بطريقة جميلة جدا. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.